السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم فاصوليا ناشفة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بليتها دي الفاصوليا، انا بليتها شوية قبل ما ابلها يجي ساعة، وبعد كده بسلقها كده بقى. الفاصوليا بعد ما سلقتها دي هنزل كده بمعلقتين سمنة وبصلاية، بصلاية وسط كده حلوة، لا كبيرة ولا صغيرة، واكون مجهزة قد كام فص توم. هنزل البصلاية كده في الحلة، معلقتين سمنة كبار. انا نقع الفاصوليا قبل ما بسلقها بقى نقع عشان ما تكرمش معاكم، لازم تنقعوها شويه قد ساعه وبعد كده تسلقوها. بسلقها بدوس عليها في السلق، بخلي بعمل حساب ان هحطها في الصلصه. كده اقلب البصله، البصله داخله معايا على الصفار، بروح حاطه التوم. كده بوريكم التوم، نزلت بالتوم قد 4 فصوص توم كده ولا 5، وسط يعني مش كبار، لو كبار 3. بيدي طعم جميل للصلصه. بعد كده هنزل بعصير الطماطم، كده الصلصه خلصت. دي نص معلقه السكر عشان بس الحموضه. كده غطيت المعلقه الصلصه. كده الصلصه قدامكم اهي، بنزل عليها فلفل اسمر، التوابل اللي انت حباها تحطيها، التوابل اللي انت حابه تحطيها حطيها. دي هريسه انا عاملاها، بحط برضو منها معلقه، بتخلي برضو الصلصه طعمها حلو قوي. كده الصلصه معاكم اهي، انا بسيبهاش تتسبك قوي. بنزل كده، انزل كده على الفاصوليا واقلبها واحركها فيها شويه، مش هحط الشوربه دلوقتي. انا هسيبها بس هي والصلصه كده مع نفسهم شويه، وبعد كده هنزل بالشوربه عشان كنت تكون الفاصوليا شربت من الصلصه. كده هغطيها ومش هحطها دلوقتي اهي. عريتها تاني بعد ما اوريكم، بعد ما بقلبها بديها تحريكه تاني. نقلتها بقى على العين التانية وهعمل معاكم الرز. دخلت ايه على العين اللي جوه وهعمل قدامكم الرز. كده بنزل بالرز بشويه زيت، شويه زيت ذره. دي معلقه السمنه. هعمل معاكم رز بشعريه. بنزل كده بالشعريه، بعمل الزيت الرز بزيت وسمنه عشان يبقى مطول معاكم حلو. كده ايدك تبقى في الشعريه عشان ما تتحرقش. وادي معاكم التاني اهوت، انا اوريكم. زودت الفاصوليا المرقه الشوربه ونزلت بيها باللحمه، وحطيت لها بقى شويه كده، برملها شويه ملح شويه حق يعني. ودي الرز الشعريه اهي. كده هنزل بالرز، تحطي شويه تقعدي تقلبي بحيث ان الشعريه ما تسمرش يعني معاكي. اقعد اقلب في الرز كده، ما بقدوش تقلبتين وبرجع عطشه، لا لازما الرز تكون ايدك فيه، وفي نفس الوقت تسيبيه لما يتحمص معاكي كده بحيث ان ما تلتش معاكي. والله اتعملتيه لو قلب، لو طشتيه حتى بميه بارده ما بيتلتش. يعني مش شرط، في ناس بتحبه بميه. ودي بوريكم الفاصوليا تاني جنبكم على العين التانية اهي. انا مش بغطيها واسيبها لازم انا بشق عليها. وادي الرز، شايفين الرز اه. لازم تكون السمنه والزيت مرتاحه في الحله شويه بحيث ان انت تعرفي تقلبيه وما يتحرقش منك، وفي نفس الوقت يكون طعمه حلو. انا بقلب ايدي فيه على طول، ما بشيلش ايدي منه، بيبقى زي المحمص. مش تقلبتين وتروحي تشاه، ما يديكيش نتيجه رز حلو خالص.
عشان اوريكم المعلقه مش شابطه فيها حاجه خالص، لان السمنه تحت والزيت مرتاحين بالمعقول يعني. كده انا بقعد اقلب فيه لحد ما يعني يشخلل معايا بمعنى اصح في الحل، يبقى ليه صوت كده. كده هنزل بالشوربه اهي. ما تعومش بقى شوربه او ما تعومش ايه ميه بحيث انه ما يتلتش. هوريكم كده اهو. بنزل برضو بشويه ملح، لزوم الرز يعني يبقى الحقيقه مظبوط، وحقيقك برضو انت اللي عارفاه، تتحقق الرز بقى زي ما انت عايزه، الحقيقه دي بتاعك انت. كده غطيت الرز، بشق عليه تاني، ركم قلب الرز انا بوطي عليه عشان مبقاش معمول بسرعه، وكرب الرز بالذات هيقلب خلاص يتفاعل معاكي بالقلب، تهدي عليه بقى النار وتسيبه يتعايش مع نفسه. وادي الفاصوليا على العين التانية بوريها لكم اهي، شايفين شكلها اهي. وادي الرز اهو، اوري لكم ان هو منطور. بحط المعلقه كده بطلعها مش غرقانه، مفيهاش شوربه مفيهاش حاجه، يبقى خلاص هو كده الرز استوى. مسافه ما بحط شوربه بتاعتي ما بلعبش فيه تاني. وطلع ما شاء الله عليه، طعمه جميل والفاصوليا اجمل، والاتنين ما شاء الله عليهم مظبوطين.